السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا حبيبات قلبي، أهلا وسهلا بفيديو جديد وروتين جديد. أهلا وسهلا بكل صبية انضمت جديد لقناتي، وبتمنى من الصبية اللي عم تشوف الفيديو لأول مرة ولسه ما اشتركت بالقناة تشترك وتفعل زر الجرس لحتى يصلك كل جديد أنا بقدمه. وأول شي خلونا نكتب الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونبلش الفيديو فورا. وهذا اليوم كان روتيني يوم الجمعة، فحبيت هيك صور لكم شوي، اخذ لكم شوية لقطات واجواء بما اني طلعت من البيت، وهيك حبيت صور لكم. بس شوفوا سبحان الله الجو، الصبح اول ما فقنا كان الجو كتير كتير حلو، والسما صافية. حتى شوفوا يعني من هذا الجنب السما ما شاء الله كتير حلوة، وعلى الجنب التاني كانت مغيمة. وحتى بالليل طلعت طول الليل نازلة المطر، الله يبعث الخير. وهون كنت بدي روح على بيت أخي، كنا بدنا نروح نفطر سوا. فأخدنا معنا فطور الشوام فول طبعا. وبما انه البيت قريب فحبينا هيك نتمشى تمشاية. كان الجو حلو يعني، في شمس طالعة بس في هوا كمان هوا. ويعني هلا هون المنطقة شوي يعني، أنا عندي تحت بيتي كتير كانت الأرض كلها طين من مية المطر. فالله يبعث الخير يا رب، والله هيك يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. وهون كنت هيك عم بتمشى وصور لكم هيك. شوف ما شاء الله إعادة الأعمار بهالمنطقة كتير حلو، فهيك يا رب الله يطعمنا ويطعم كل مشتهي. وهي كمان كنت عم صور هيك من البرادة. وهون الفطور صار جاهز، وهلأ بدنا نتبل الفول. هلأ أنا رحت كان بوقت الصلاة، فيا دوب راحوا الرجال على الجامع، ونحن هيك جهزنا يعني الفطور لبينما ما اجوا. فطرنا بعد الصلاة. وانتوا خبروني شو بتحبوا يوم الجمعة، تطلعوا من البيت ولا بتحبوا لا تضلوا قاعدين هيك تحسوا بالأجواء الكنكنة والعطلة؟ هلا أنا على حسب الجو. بما أنه كانت الشمس طالعة، هلا أنا غدرت الصراحة بالبيت كانت الشمس طالعة والجو كتير حلو، بس قلت عادي يعني في شمس. فمثل ما بعد الصلاة ما شاء الله نزلت المطر وما عاد وقفت. فيلا كله في ذا الجمعات والأعداد وهيك حلوة الجمعة، وحلوة هيك لمة الأهل اللي الله ما يحرمنا منها يا رب. وكمان خلونا ندعي لأهلنا بحلب. يا رب تحفظ لنا أهلنا بحلب بعينك التي لا تنام. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اربط على قلوبهم وبدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا وضيقهم فرجا. اللهم اشفي جرحاهم وارحم شهداءهم ورد الغائب لأهله سالم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الصبر والقوة واكتب لهم أيام أجمل من كل ما مضى. اللهم إني استودعتك هذه البلاد فاحفظها بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل حلب وأهلها في حفظك وأمانك، وأكرمهم بطمأنينة تسكن قلوبهم. وبالأخير بدي أقول اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، واحفظ أهلنا وبلادنا يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. وإذا في حدا عم يتابعني من حلب فبتمنى منكم تطمنوني عنكم إن شاء الله يا رب كل الأمور بتهدى وبترجع مثل الأول وأحسن. وهون مثل ما صورت لكم بالنهار كان فاتح هذا البازار اللي بصور لكم منه بالعادة، فمو كان وقت الظهر ووقت الصلاة كان مسكر، ونحن طالعين فلقيته فاتح، وقلت لحتى نفوت ونشوف شو في بقلبه ونشوف إذا في شي جديد يعني. فطلع يعني عادي مثله مثل أي هيك مهرجان عم يعملوه. صورت لكم أنا قبل في فيديوهات يعني هيك بشكل مفصل يعني. هون أخذت لكم هيك لقطة، لأنه بعد الظهر ما شاء الله ما وقفت المطر. كتير ما شاء الله نزلت مطر، فأول ما هيك لقيتها شوي انقطعت فورا إنه نرجع على البيت يعني. وهون آخر السهرة لقيت وقت رجعت على البيت لقيت ما شاء الله الكهرباء جاية، كانت طول الليل جاية وحتى طول النهار.
فالحمد لله يعني البراد كتير كتير براد، يعني زيادة عن اللزوم. أنا عاملته أعلى على أعلى درجة يعني تبريد. فعندي هيك هالكم موزة لقيتهم مجمدين، يعني شفتوا القشرة كيف من برا ومن قلبهم ما فيهم شي، يعني ما لهم خربانين، بس القشرة هي يلي صاير لونها أسود. حتى البيض هلأ بتشوفوه لما بفقسه كمان هيك تحسوه متلج. إيه، فما بعرف شو كان يعني صاير حتى خلونا إياها 24 ساعة الكهربا جاية. الحمد لله، الله يديم علينا هالنعم يا رب. وهون اجيت لحتى اعمل كيكة الموز، كتير كتير بحبها هاي الكيكة. إيه، كتير بسيطة يعني وسريعة. هلأ لما بعملها هي ما بتنفش مثل الكيكات العادية يعني، بس طعمتها كتير طيبة ومثل ما قلت لكم يعني وقت بشوف هيك موز، الموز بده تلحيق يعني وما عاد يزبط يعني هيك يتاكل معنا، بده يا خلط كوكتيل او انه هيك اعمله الكيكة، وانا ما كتير يعني الي مرق بالكوكتيل. فقلت رح اعمله هاي الكيكة، وانه يعني مشبعة وكتير طيبة وظريفة بالسهرة. بتعرفوا السهرة كتير طويلة بدها هيك قرمشات وبدها حركات. فاجيت حتى اعملها كتير كمان طيبة هاي الكيكة، سخنة كتير. انا عاملتها معكم كتير، وحتى منزلتها مقطع ريلز، اذا بتحبوا المقادير كلها تشوفوا المقطع ان شاء الله بحط لكم اياه بالتعليق. ايه، فهون مثل ما شايفين عندي حطيت الموز. الصراحة يعني انا ما بتقيد بعدد موز محدد، يعني بشوف الكمية يلي موجودة عندي وخلاص يعني بحطها. ممكن أحيانا يكون بس عندي موز عدد تنتين ويكونوا صغار يعني، بس بيطعموا يعني بتعطي طعمة وبتعطي نكهة كتير طيبة. فبحط الموز اللي عندي وبحط بيض عدد 2، بحط نص كاسة سكر، الفانيليا. وهون حطيت هيك يا دوب معلقة نسكافيه، بس هيك حتى تغير الطعم، يعني بحس بيلبق يعني مع الموز النسكافيه، بتلبق الكاكاو إذا حابين. ممكن قرفة كمان، القرفة كتير طيبة. بس أنا ما كانت موجودة عندي، وحطيت كاسة طحين وظرف البيكنج باودر. وكتير كتير سهلة ولا بدها يعني لا بدها خفق ولا بدها شي، خلاص بس متى ما تجانست المكونات عندي فكل أمورها تمام. واخر شي بحب احط بيكربونات صوديوم وخل، بحبهم هيك يتفاعلوا مع بعض وحطهم على خليط الكيك. يا دوب يعني براس المعلقة احط بيكربونات الصوديوم واحط الخل، يعني هيك حتى اشوفهم يتفاعلوا بحركهم وبنزلهم، بتعطيه هشاشة للكيك كتير كتير حلوة، يعني بيطلع الكيك اسفنجي. واجيت هون حطيت الخليط بالصينية، حطوه بأصغر صينية عندكم، لأنه مثل ما قلت لكم هذا الكيك ما كتير بينفش، يعني بما إنه كاسة طحين فكميته كتير مشان يطلع نفشته يعني حلوة. انتوا بقى بتشوفوا اللي بتحبوه، فيكم تعملوه كمان من القالب يلي مثقوب من النص، كمان بيطلع شكله كتير حلو. واخر شي حبيت زينه بالحبيبات الشوكولا. فيكن تحطوا كمان نوع من انواع المكسرات، الجوز كتير بيلبق مع الموز. وكمان فيكن تحطوا الاشلميش كمان بيطلع، او الفواكه هيك المجففة المقطعة اللي بنحشي فيها الكيك. فيكن كمان تحطوها، كمان كتير بيطلع طيب، بس هيك يعني بطريقة بسيطة وسهلة وكتير كتير طيب، يعني الشوكولا هيك بيرغبوا فيها الأولاد. وخصوصا طبعا خليت بنتي شوي تساعدني حتى تقبل تاكل منه. والصبية الحلوة يلي وصلت معي بالفيديو لهون معناتها الفيديو عجبك، الله يجبر بخاطرك يا رب ويسعدك. وشكرا كتير يعني انك عطيتيني من وقتك وتفرجتي على الفيديو. ولا تنسي تكتبي لي تعليقات حلوة حتى أعرف إنكم شفتوا الفيديو. ولهون بيكون وصلت لنهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم. غيرت عن الفيديوهات الروتين يعني المعتادة، هيك طلعتكم مشوار صغنون وشاركتكم الأجواء معي. لهون بيكون خلص الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، إن شاء الله يكون فيديو خفيف على قلوبكم. إذا استمتعتوا لا تنسوا تحطوا لي لايك لحتى أعرف إنه الفيديو عجبكم. انتظروني بفيديو جديد بإذن الله تعالى. تبقوا بألف خير، سلامات.